مرحبتين ومرحبا، صباح الفل. حاليا الساعة 5:15 صباحا، ولما أبو لهب اللي أخد مني كل الذهب يقول لي انت بتعملي ايه طول النهار؟ تعالى يا بابا شوف انا بعمل ايه، والنبي انا عايزاكوا تحكموا بس مش اكتر. طبعا انا هشيل الحاجات اللي انا عملتها ديت، اللي هم عملوها دي انا هشيلها، اللي انا كومتها يعني. وهنفطر سوكا وبازوكا. سوكا وبازوكا ولد وبنت، تمام. وهنظبط الدنيا بقى ونشوف هنعمل ايه. هنشيل الحاجات دي. طبعا انا مش هعرف اصور انا بشيل الحاجات دي. وانا عامله للمكان ده لبس معين، تمام. بلبس جوانتي في ايدي، بلبس شوز بلاستيك في رجلي. وطبعا انا نظفت المكان زي ما انتم شايفين كده وخليته زي الفل، تمام. هنروح بقى على المكان اللي هما بياكلوا فيه ننضفه كويس، عشان بقية العلفة اللي فيه بتبقى مرطبة شوية. طبعا خلينا كل المكان فل يعني. هنشيل بقى حتى تحت بازوكا. يلا يلا بينا نشيل العلفة، باقي العلفة. هنبتدي ان احنا ننضف لهم بقى المكان كده. اعذرونا على الاضاءة يا جماعة. دي بتبقى مرطبة شوية عشان خاطر طبعا هي بتبقى قدامهم وقت طويل. وهننضف التانية برضو. هشربوزك ليه انتي؟ ارجعي ورا. زعلانة. طبعا هروح املى اجيب لهم علف زي الابيض اللي تحتهم ده، بس ايه، فريش بقى طازة كده. هنروح نجيب لهم ونجيب. تعالوا بس كده اوريكم الشارع الاول. طبعا الشمس لسه ما طلعتش. وده الراعي الرسمي للمواصلات عندنا في الارياف. طبعا دي بيجرها يا اما حمار يا اما حصان. مفيش بني ادمين طبعا. بصوا بصوا، يعني النهار لسه بيشقشق، بس محلاها المنظر بصراحة. شايفين الخضرة؟ دي ارض ورانا، ورا البيت على طول. تحفة تحفة. عايزين كده اللي يغني يقول يا صباح الخير يا اللي معانا. الكروان غنى وصحانا. صباح الفل. طبعا هنا انا كنت علفتهم، وكنت باخد فطارنا قبل ما عيالهم تفطر. طبعا موضوع الحليب ده صعب جدا، صعب صعب يعني. بس اللي بيبقى متدرب عليه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، الحمد لله. يعني انا خدت شهرين اتعلمت فيهم الموضوع ده. انا بقيت ما شاء الله عليا يعني. الله اكبر. صلوا على النبي صلوا. طبعا ما شاء الله انا هامله دي، وفي واحده تانية هاخد فيها حبه برضو كمان، عشان لسه في بازوكا لسه بياكل من مامته، فمش هناخد كل اكل طبعا. انا ببقى جايبه شويه ميه في الحله دي قبل ما اعمل اي حاجه. انا بغسل المكان اللي بحلب منه كويس. ايوه المكان ده انا بغسله كويس، تمام. وببتدي ان انا ايه اشتغل زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا ببقى شغاله بايديا الاتنين، انا بس بصور لكم يعني. انا ببقى شغاله بايديا الاتنين، اقسم بالله. يعني ده المكان ده جيم لوحده. طبعا انا اخدت اهوت، وهنبتدي ان احنا بصوا والله المواعين نظيفه والمكان كان مغسول وايديا مغسوله، كل حاجه تمام يعني. وسيبنا طبعا بنفطر. انت بتبصي على ايه؟ افطري. سوكا بنت وبازوكا ولد، والاتنين بيفطروا طبعا زي ما انتم شايفين كده. الصغننه دي احنا ما بناخدش منها اي حاجه، ما بناخدش من معاها حاجه. احنا بناخد من الكبير ده لانه اكبر منها بشهر تقريبا. وطبعا يعني كون ان انا احلهم واجري وراهم كده في المكان عشان اجيبهم عند امهم، موضوع صعب جدا جدا جدا. اقسم بالله يعني ساعات بينداس على رجليا بتعب، يعني بتعب وبتبهدل. اللي يعني اللي في ناس كتير بتقول انه انتوا بتعملوا ايه؟ انت يا دوب بتسلقي حبة رز. هنا طبعا كانت تم الفطر وخلاص، وربطت كل واحد مكانه.
وعدت العلفة تاني لأمهاتهم، وزي ما انتم شايفين كده كله تمام كله تمام. هنبتدي بقى ان انا ادخل اجهز الفطار لولادي، ده لو كانوا صحيين. تمام. طبعا ايام المدرسة انا بفطر سوري هنفطر الناس دي الاول. معانا طبعا شوية بط وشوية فتافيت، دول جايبينهم جديد، دول جايبينهم امبارح. طبعا دول كانوا قبلهم بشوية برضو. تمام. اللهم صل على النبي بارك لنا فيه. هننزل تحت شوية الديوك اللي انا بذبح منها اصلا. طبعا فاضل ديكين 2 وفرخاية. تمام. عندي البط الستار ده عمره شهر ما شاء الله، يعني الواحدة تجيلها كيلو كيلو ونص، عمره شهر. انا اول مرة اجيب البط ده على فكرة، بس ما شاء الله بيجي يعني جاي مع الاكل كويس يعني. هبتدي ان انا طبعا اغير له العلف بتاعه لان هو بياكل كتير. وده البط اللي بيبيض. بصوا. ودي بطة راقدة على شوية بيض كده، عايزة تطلع لنا بط صغير. كل ده بصراحة ربنا بيغنينا عن بهدلة كتير قوي. فالحمد لله، يعني الحمد لله ان احنا عندنا مكان. وبعدين العيشش دي او البوكسات دي انا اللي عاملاها على فكرة. طبعا هنا دخلنا بقى غلينا اللبن اللي احنا اخدناه، وهنبتدي ان احنا نجهز الفطار للولاد. ده يومي يعني ماشي كده ايه بالترتيب. تمام. طبعا الساعة 10 كده هبتدي ان انا انزل تاني عند مامة سوكا وبازوكا عشان ازقيهم واكلهم. تمام. وهروح برضو احط اكل وماء للطيور، وهرجع اجهز الغدا. تمام. طبعا انا عشان ما عملتش غدا النهارده فما صورتوش. وهرجع اجهز الغدا. وبعد الغدا طبعا الغدا كان تحابيش بقى، جبنه وبيض وحاجات من دي. وبعد الغدا هنايم ولادي شويه، ده اذا ناموا يعني. هنايمهم شويه وهرجع ان انا ارجع تاني ازقي مامة سوكا وبازوكا واعلفهم تاني، ده طول اليوم يعني. وهرجع تاني احط اكل وميه للطيور كلها، كبير وصغير. تمام. وهبتدي افكر ان انا اعمل العشاء، ده طبعا مع ترويق الشقة، مع لو كان في غسيل هغسله، مع لو كان في مشوار هروحه. تمام. ولو كان عندي شغل على المكنة برضه هعمله. يعني اليوم بيبقى طويل ومرهق ومتعب، وكلمة انت بتعملي طول النهار بجد بتزهق. يعني اجبروا خاطر الناس اللي معاكم. انا مش بتكلم عن نفسي لان انا اتعودت على كده خلاص، انا بتكلم على وجه عام يعني. بصوا انا عندي كوبايه الشاي بحليب دي الصبح، بس مش عايزه حاجه تاني. طبعا حطيت جبنه بقى وبيض مسلوق للولاد وكده يعني، بس دي اهم حاجه. ممكن يشربوا اللبن بس وما ياكلوش اي حاجه تانية. وعلى الساعه 10 كده تبتدي بقى ماما عايز اكل. طبعا انا بطلع مواعيني في الشارع بره، انا مش بغسل في الحوض على فكره، انا عايزه ادغدغه. بس الشقه دي ما انا لو كسرت الحوض، لان الحوض تقريبا نصه في الحيطه، ههد المطبخ على دماغي. فانا باخد المواعين دي في الشارع. تمام. بدعكها دعكه محترمه مع حلتين ميه كبار، وبظبط الدنيا. هنا بقى انا كنت بكنس الصاله. طب مش كل يوم هشيل السجاد وهبهدل الدنيا، انا طبيعي ببقى تعبانه يعني بعد كل اللي انتوا شفتوه ده. انا بكنس كده. المكنسه اللي انا بكنس بيها دي بصراحه ممتازه للسجاد والمكنسه، مش بتسيب فيه حاجه. ماشي. وطبعا هتسالوني انت قلبه السجاده اللي هقول لكم دلوقتي. السجاده بتترفع من عند الحروف كده، لما بتبقى معدوله حروفها بتترفع لفوق. انا ما بحبش كده. وسبق قلت لكم ان المبنى قديم جدا، عشان ما حدش يقول لي ايه المنظر ده، المبنى قديم جدا. احنا هنركن شويه دول كده لحد ما نجيب لهم ايه الجرف اشيلهم. بصوا بقى انا بقلب السجاده كده عشان خاطر بيبقى طرفها مرفوع، لما بقلبها بيتعدل. ويا سلام بقى بالليل كده بعد العيال ما تنام، لو حطيتي على الطرف ده حاجه تقيل زي مخده مثلا او اي حاجه بتتعادل معاكي. طبعا انا هنا خلصت الصلاه وغسلت البوتاجاز. كل ده على مدار اليوم بطوله، يعني متخيلين كميه الارهاق والتعب بس عشان الواحد صدع والله. شيلي ده كده. وطبعا اقفل يا عاصم. اليوم وغسلت شيلي ده كده يا الجرنيرة محمد.
جبت المواعين من الشارع طبعا، شايفين مواعيننا شكلها ايه، عشان الكومنتات اللي بتقول علينا ان احنا ناس وحشين. لايك بقى واشتركوا في القناة وكومنت حلو كده زيكم، او مش حلو زي ما انتوا عايزين، عشان يوصلكوا كل ما هو جديد. ويا ريت يا ريت يعني انتوا شايفين محدش يقول لنا يا معفنين تاني. وطبعا انا مليت التلاجة بتاعتي اللي هي القلة طبعا، عشان انا ما بحبش اشرب غير منها، واخدت ازاز ميه ساقع عشان خاطر اروح احطها للفراخ البيضة. ايوه يا جماعه، اللي عنده طيور وخصوصا صغيره، بيضه بلدي بط اي حاجه، خدوا لهم ميه ساقعه، لان الناس مش مستحمله